أهلا بيكم من جديد حيتان الأفلام في فيلم جديد. وهنحكي النهاردة فيلم كنجوريك الجزء الثالث اللي بيبتدي في 18 يوليو سنة 1981، وكان في جلسة طرد أرواح شريرة من ديفيد غلاتزل. وطبعا كان المحقق الروحاني آد وزوجته لورين كانوا هم المسؤولين عن طرد الروح ديت. ونشوف ولد صغير عنده 8 سنين اسمه ديفيد بيعاني من الروح الشريرة دي، وآد بيقول إن الموضوع المرة دي مش هياخد وقت طويل علشان الأب جوردن جاي في الطريق. ونشوف الطفل ديفيد دوت كان نايم شويه من اثر الجلسه عليه، وكان معاه ارني خطيب اخته بيطمنه بيقول له انت شجاع وهتقدر تنتصر على اللي جواك. بنلاحظ هنا ان العلاقه بين ارني وديفيد كويسه جدا جدا جدا، وهنشوف نتيجه الحب اللي ما بينهم دوت كمان شويه. بس خليكم معانا واضغطوا على اللايك دلوقتي، لان اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. ووصل الاب جوردن البيت، مره واحده بنسمع صوت خبط جامد في اوضه ديفيد، ويصحى من النوم مفزوع ويقوم يجري يستخبى في الحمام، وباين ان في حد عايز يكسر باب الحمام عليه. واستخبى ديفيد جوه البانيو. مره واحده بنشوف ايد الروح الشريره ديت على ماسوره الستاره في منظر يخلع القلوب من اماكنها، وكمان خلاط الميه بينفتح لوحده، وفجاه انفجر الدش بالدم علشان يغرق البانيو وديفيد بالدم. وديفيد بيصرخ عايز حد ينقذه، فبسرعه دخل ابوه واد وجوردن الاوضه، ومنه على الحمام بنلاحظ ان موجود على الباب اثار 3 شروخ بآلة حاده. وبعد ما كسروا باب الحمام شافوا ديفيد مستخبي جنب الحوض، وابوه بيتكلم معاه. فجأة هجم عليه ديفيد وضربه بالسكينة في رجله، وكان عايز يكمل عليه بس آد مسكه بسرعة وكتفه وطلب من جوردن انه يبتدي دلوقتي، وشالوه ونزلوا بيه على تحت. لكن هما نازلين بيه ديفيد قعد يقاوم جامد وعمل نفس ال3 شروخ اللي شفناهم على الباب من شوية. ولسه ديفيد بيقاوم وتحس ان في حاجة شداه لفوق، ولسه بيرسم الشروخ ديت على الحيطان. بسرعة حطوه على الترابيزة وديفيد كان في حالة صعبة جدا. وبدأ جوردن يقول التعويذ بتاعته، والكاميرا بتصور ولورين وكلهم مكتفين ديفيد. وفجأة لورين تشوف رؤى مزعجة جدا، والترابيزة بتتهز جامد، والأب بيرمي عليه مية مقدسة. وفجأة ديفيد يتحول وشكله وصوته بقى مرعبين جدا، ومرة واحدة الأطباق كلها بتطير في المكان وتخبط الأب جوردن في دماغه. وصوت ديفيد بقى صوت مرعب، والدنيا اتقلبت في المكان، هوا شديد جدا والكاميرا بتقع على الأرض والترابيزة بتتهز بيهم جامد. وحاول آد إنه يقوم مكان الأب جوردن، ومرة واحدة إيد ورجل ديفيد اتقلبوا وراسه وجسمه، وبيضحك ضحكة تخلع القلوب. والمنظر بقى مرعب جدا ومش عارفين له حل. ومرة واحدة أرني بيصرخ ويطلب من الروح دي تسيب ديفيد علشان ده طفل صغير، وبيحذروا آد من الكلام معاه. مرة واحدة ديفيد يضرب آد وأرني ويحدفهم على جنب، وقام بشكل غريب من على الترابيزة وهجم على آد وضربه في قلبه، بيقول له أنا هوقف قلبك يا راجل عجوز. وآد كان بيتوجع جدا من الضربة، وحاولت لورين تعمل حاجة بس وقفتها الرؤى بتاعتها. وبعدها مسك أرني ديفيد وبيكلم الروح ديت وبيصرخ فيه إنه يسمعه، بيطلب منه إنه يسيب ديفيد، وبيطلب منه طلب غريب جدا إنه يسيب ديفيد وياخده هو مكانه، وبيصر على الطلب ده. وفجأة ديفيد يرجع لحالته الطبيعية، وعين أرني تتحول للون الأبيض. وهنا فهم آد إن أرني هيبقى في خطر شديد جدا. وبعدها الدنيا بتهدى خالص وبيطمنوا على ديفيد، بس آد كان تعبان جدا في قلبه، وده هيكون سبب أزمة كبيرة ليه بعد كده. ولورين كانت خايفة عليه جدا، وأرني ما كانش مصدق اللي حصل وإن الدور الجاي عليه هو. وبكده تكون انتهت قصة ديفيد، لكن بيبتدي فصل جديد وحكاية جديدة لأرني جونسون. نعرف هنا إن الحادثة ديت كانت عناوين كل الصحف والمجلات في البلد كلها في الوقت ده، وإن آد وزوجته لورين اكتشفوا أكبر الأعمال شر في مسيرته. وبعدها طبعا لازم نروح المستشفى نطمن على آد اللي جات له أزمة قلبية قوية، بس حالته مستقرة دلوقتي. كانت لورين خايفة عليه جدا. وبعدها بكام يوم شاف أرني فتحة في الحيطة بيبص عليها. فجأة هجم عليه شخص شكله يخوف، بس يطلع أرني بيتخيل. وبعدها بنشوف آد في المستشفى، وطبعا لورين والأب جوردن قاعدين معاه، ولورين بتحكي له عن ذكرياتها مع آد وازاي اتعرفوا على بعض من زمان. ونرجع نشوف أرني اللي كان متسلق على شجرة وبيحاول يشغل المنشار، لكن المنشار ما كانش عايز يشتغل. ونشوف في حد غريب بيبص عليه من شباك البيت، لكن لما بص عليه أرني ما شافش حاجة، وفجأة المنشار اشتغل ووقع من ايديه على الأرض. ونرجع لآد اللي بيفوق من غيبوبته، وأول ما اتكلم يقول لورين اتصلي بعيلة ديفيد بسرعة، لأن كان الشيطاني ده لبس أرني. لكن هي حاولت تطمنه إن هم بخير، لكنها قلقت جدا لما أكد عليها آد إن أرني هو المطلوب دلوقتي مش ديفيد.
بسرعة تتصل لورين ببيت العيلة، لكن محدش بيسمعها لأنهم كانوا مشغلين الكاسيت على الآخر بيرقصوا مع صديقهم، لكن أرني ما كانش معاهم خالص. ولورين آخر ما غلبت اتصلت بالشرطة وبلغتهم بالموضوع، ومرة واحدة نسمع صوت ديبي حبيبة أرني وتصرخ لأن صديقها برونو اتحول لروح شريرة خطيرة، لكنه بيرجع لطبيعته بسرعة. وأرني بياخد ديبي وبيحاولوا يهربوا ويقع أرني على الأرض والنور يطفي وتهجم الروح الشريرة ديت على أرني. وبعدها بنشوف أرني ماشي في الشارع وعينيه بيضة وحالته مش طبيعية، وتقابله عربية الشرطة وبينزل الضابط يكلم أرني، وهنا بنشوف إن عين أرني بقت طبيعية لكن هدومه وإيديه غرقانين بالدم، وبيقول اعتقد اني اذيت حد. نعرف بعدها ان برونو اتقتل في عز الظهر ب 22 طعنه، وطبعا كلنا عرفنا مين اللي قتله. وبعدها بنشوف اد لما خف ولورين راحوا لارني في السجن مع ديبي وحاولوا يقروا عليه تعاويذ دينيه علشان لو في اي روح غير بشريه تخرج، لكنه بعد ما قرا عليه من الانجيل استبعدوا انه يكون ممسوس، لكن ده مش معناه انه ما كانش ممسوس قبل كده. وديبي قالت انا كنت هناك وان اي حاجه حصلت ده مش من فعل ارني، ولورين وعدتهم انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه. وسال اد عن محامي ارني وراح هو ولورين لمكتب المحاميه بتاعت ارني اللي قالت لهم دي قضيه خسرانه، انا ما اقدرش اقول لهيئه المحلفين ان المتهم كان راكبه جن او روح شيطانيه، وكمان هو معترف بجريمته واقل حاجه هياخد اعدام. فقاطعها اد وقال لها ان الموضوع دوت حصل قبل كده في قضيه مايكل تايلور من كام سنه، ولورين قالت انهم قدروا قبل كده انهم يثبتوا وجود الارواح الشيطانيه مئات المرات بس في الاخر اتفقوا على لا شيء. بس اد طلع ناصح وعزمها على العشاء في البيت عنده علشان نثبت لها صحه كلامه وانه يعرفها على العروسه انابيل، وبالفعل وافقت على دعوتهم للعشاء. في 19/9 عام 1981 في المحكمة طلبت المحامية الإفراج عن الموكلة لأنه كان ممسوس من الأرواح الشيطانية، لكن المحكمة تعجبت جدا من الكلام ده، وهم خارجين من المحكمة قالت لهم المحامية إن براءة أرني بتعتمد عليكم أنتم، تقدروا تثبتوا الكلام ده ولا لأ؟ اتكلوا على الله واتفقوا على كده. المشكلة الحقيقية إنهم مش هيقدروا يثبتوا وجود روح شيطانية بعد ما خرجت بالفعل. وردت لورين ان الارواح الشيطانيه ديت ما بتروحش بسهوله، وبداوا يسمعوا التسجيلات اللي سجلوها للجلسه. وهنا بقى نعمل فلاش باك ل5 شهور ورا، بنشوفهم لما خدوا البيت جديد ودخل ديفيد يحط الصندوق بتاعه على السرير اللي اكتشف ان المرتبه بتاعته من ميه، فرح بيها ونام عليها، بس فجاه يطلع خيال من جوه المرتبه، يقوم ديفيد بسرعه والخوف كان باين عليه، وفجاه تطلع ايد من جوه المرتبه مسكت ديفيد وكانت عايزه تسحبه لتحت، وديفيد قاوم جامد لحد ما قدر انه يبعد ويقع على الارض. ولما دخل اد ولورين الاوضه اللي كان فيها السرير ده بتقول له ديبي ان الميه سابت اثر على الارض، لكن اد بيقول ده مش اثر ميه خالص يا ديبي. وبعدها فتحت لهم ديبي باب البدروم اللي كان مليان بالتراب، ودخلت لورين البدروم علشان توصل للمكان اللي تحت اوضه النوم، ولورت الكشاف ونزلت، وبتشوف لورين مكان غريب جدا مقفول بكيس شفاف. ولما دخلت المكان ده لقت كميه فيران كتيره، بس شافت حاجه كده متغطيه بقماشه، وبنلاقي الاثر على الخشب فوق الحاجه ديت. بتشيل القماشه لقت جمجمه شكلها غريب معمول بيها اعمال سفليه خطيره، وطلعت الكاميرا وصورته. بتقول لآد ان السحر ده بيستخدمه السحره وعبدة الشيطان في القصور، وآد قال ان في حد حط الحاجه دي تحت البيت ليستدعي بيه الارواح الشيطانيه، وهو ده دليل براءه ديفيد وارني، وان ديفيد اتصاب باللعنه واللعنه انتقلت من ديفيد لارني. واتدخل الاب جوردن في الكلام وبيقول ان في كاهن اكتشف طائفه اتباع الكبش من حوالي 10-12 سنه كده. الاب كانستر الراجل ده ممكن يساعدكم كتير على الرغم من طلوعه على المعاش دلوقتي. فبسرعه تاني يوم من الصبح راح اد ولورين لمكان الاب كانستر وتعرفوا على بعض، ولما شاف صوره الجمجمه ديت قال لهم انتم لازم تسيبوا القضيه دي بسرعه لان السحر ده معمول باتقان وبحرفيه كبيره، وخدهم ونزل بيهم من البدروم. لكن لورين كانت خايفه تنزل ودخلوا اوضه مقفوله شافوا فيها اشكال وانواع كتير من الجماجم المسحوره بالسحر الاسود، وقالت لورين انت المفروض تحرق الحاجات ديت، وقال لهم ان طرف الخيط اللي انتوا عايزينه ممكن يكون هنا. وقف يتكلم شويه عن طائفه اهل الكبش عبدة الشيطان وانهم كانوا بيعبدوا ابليس وبيقدموا له قرابين دمويه، وكانوا بيعملوا كل حاجه غلط بالعكس، بس هم كانوا اقوياء جدا لان القاضي اللي حكم عليهم مراته كانت حامل وولدت بعد الحكم باسابيع، وولد الطفل كان قلبه خارج من جسده. بعدها انتحرت زوجته تحت عجلات القطار. بنصحهم انهم ما يستهونوش بعبدة الشيطان خالص. وفي مشهد تاني بنشوف ايد ساحر قدام ترابيزه عليها النجمه الخماسيه وادوات السحر الاسود، وبنرجع نشوف ارني تاني وهو في السجن بيمسح الارضيه، فجاه النور بيطفي وكان في واحد تاني على السرير، وفجأة يطلع الشيطان من وراه ويمسك رقبته ويقع على الأرض. وبعدها بنشوف صورة أرني على ترابيزة الساحر. وتاني يوم مساعد آد بيبلغه إنه عرف محقق جرائم اسمه دانفرز بيقول إنه شاف الجمجمة ديت قبل كده وهو عايز يشوفها، وراحوا له بسرعة وعلى طول راحوا له بسرعة المدينة بتاعته.
وقابلوه، وكان شغال على قضية اختفاء كيتي لينكولن وجيسيكا سترونج، وانهم لقوا جثة كيتي مطعونة ب 22 طعنة، لكن لسه ما عثروش في جيسيكا. ولما فتشوا بيتها لقوا نفس الجمجمة والسحر الاسود في بيتها. وقاد قال انهم ما يعرفوش حاجات كتير عن الموضوع ده، بس لو كان تأثيره زي التأثير اللي شفناه فيمكن تكون جيسيكا راكبها جن هي كمان. ويقول لهم دانفرز انا مش مقتنع بكلامكم ده، بس انا جبتكم هنا علشان تساعدوني مش انا اللي اساعدكم. فقاد اتضايق جدا من الكلام ده، لكنه وافق انه يساعده لعله يقدر يثبت حاجه في القضيه بتاعته. ودانفرز ده طلع لئيم قوي، راح جاب 3 سكاكين للجريمه علشان يختبر لورين بيهم، ويقول لها انهي فيهم سلاح الجريمه يا حلوه. واعترض قاد بشده على الاختبار ده واعتبره اهانه ليهم وللتاريخ، ورغم كده وافقت لورين على الاختبار. قدرت فعلا تطلع السكين سلاح الجريمه من بينهم، وبعد كده خدهم وراحوا لمكان الجريمه. استعبط برضه ومشي في طريق غلط، فقالت له لورين انت ماشي غلط والطريق الصح هو من هنا. وهي فهمت ان ده تاني اختبار ليها، وفعلا كلامها كان صح. وبعدها بنشوف ديبي وديفيد بيزوروا ارني في السجن، وديفيد بيقول له ان الشيطان معاك هنا وبيأمرك تعمل حاجات، وكلامه كان صح. وبعد كده بنروح على الغابه مكان الجريمه، وتقول لورين ان في امر فظيع حصل هنا، وبتقعد على الارض ويحل الظلام، وهي لوحدها بتسمع اصوات غريبه وبتشوف ايد من ورا الشجره. مره واحده البنتين يخرجوا من ورا الشجره بيضحكوا، ولورين كانت في حاله غريبه جدا. وفجاه بنشوف جيسيكا عليها اتحولت وبتطعن كيتي بالسكينه، ولورين بتعمل نفس الحركات وكأن لورين هي اللي بتقتل كيتي، لحد ما مسك ايديها قاد ووقعت السكينه من ايديها وسابتهم وجريت زي جيسيكا. وقاد بيجري وراها بس هو عنده القلب وتعبان. وكملت لورين وجيسيكا جري لحد ما وصلت لورين على حافه الجبل، كانت هتقع في الميه ووقفت وقاد وراها. وفجاه تظهر ايد شيطانيه تمسك رجليها وتسحبها لتحت، وجري عليها قاد ومسك ايديها على اخر لحظه وحاول يطلعها ونجح في كده. وقالت ان الجثه تحت في الميه. وفعلا لما الشرطه نزلت لقت جثه جيسيكا في الميه، وشكرهم المحقق جدا وقال لهم انه هيبعت لهم ملف القضيه اللي انتوا عايزينها على البيت. ولما روحوا ديبي اتصلت بيهم تقول لهم ان الشيطان موجود مع ارني في السجن وبيأمروه انه يعمل حاجات خطيره، وبتترجاه انه ينقذه. وفجاه الخط اتقطع بينهم، وبعدها بنشوف الكاهن يروح لارني السجن ويديله ازازه ميه مقدسه يستخدمها وقت اللزوم. ولورين شغلت عقلها شويه وتقول ان الشيطان دوت مش موجود بمزاجه، ده حد زقه عليهم، ومعنى كده ان في لعنه واحنا نقدر نكسر اللعنه دي، وكمان نقدر نتصل بالكائن ده عن طريق جثه جيسيكا. بعدها بنشوف ارني بيرش الميه ديت على شكل دايره ويقعد هو وسطيها ويدعي ربنا انه ينجيه من المهالك. وبالليل يروح قاد ولورين لتلاجة الموتى اللي في المنطقه، لكنهم يلقوا الباب مقفول. لكن على مين؟ قاد يكسر ازاز الباب بسرعه ويدخلوا هما الاثنين. ولورين عرفت جثه جيسيكا على طول، ومسكت لورين ايد الجثه وبدا الاتصال. وبنشوف لورين دخلت مكان تاني مهجور وكان شكله مرعب الصراحه. تحكي لقاد على اللي بتشوفه، وانها شايفه ترابيزه عليها شموع سودة كبيره عددهم 12 شمعه على شكل دايره. ويقول لها قاد كفايه كده يا لورين، لكنها خلاص مش قادره تخرج من الاتصال ده. وبتقول له انها شايفه واحده ست، وانها بتشوف بعين الست ديت وكانت بتولع نار في قلب النجمه الشيطانيه رمز الشيطان النجمة الخماسية، وانها بتكرر اللعنة وبتحاول توصل لمكان ارني عايزة تكمل اللعنة بتاعتها. ومرة واحدة بنشوف ارني مسك ازازة المية وكسرها وهي في ايديه اللي غرقت بالدم، وانها خلاص سيطرت على ارني. وبنشوفه بياخد ازازه وكانت عايزاه يقطع شرايينه، ولورين بتدعي ربنا انه ينهي اليوم ده على خير، وبتصرخ لورين باعلى صوتها وفعلا الدنيا تقف واللعنه ما تكملش. وهنا بنشوف الساحره وجها لوجه قصاد لورين بتقول لها انت بتعملي كده ليه؟ وانا هصيبك باللعنه دي انت كمان. وفجاه الكهرباء قطعت على قاد ولورين. بعد ما نور النور تاني بيشوف لورين واقفه ثابته، ويشوف جثه واقفه في المكان تتحرك ناحيته بطالب لورين بقطع الاتصال، لكنها كانت في عالم تاني. بتفوق لورين من الاتصال وتجري الجثه دي عليها ويلحقها قاد قبل ما تحصل لورين ويحصل لها حاجه، والجثه وقعت على الارض. ولورين بتقول ان الساحره ديت عارفاهم كويس قوي. بعد ما روحوا وحصلوا على ملف القضيه، مساعد قاد حب يوريه حاجه وهي عباره عن مخطوطه قديمه جدا لقاها في كتاب للشعوذه الكنيسه كانت بتستخدمها زمان، وقعدوا يحاولوا يفسروا المخطوطه ديت اللي كانت مكتوبه باللاتيني. وبيقول قاد ان كسر اللعنه ممكن بتدمير المكان اللي حصل فيه السحر الاسود. وحاولت لورين تفتكر مكان الساحره دي فين علشان يروحوا لها، وفجاه قاد وقف لكنه اغمى عليه ووقع على الارض. بعد ما سابوه يرتاح شويه صحي ما لقاش لورين، وشاف اثار كسر الباب والهواء كان شديد جدا، المسبحه بتاعتها على الارض. مره واحده بتظهر الساحره واقفه ورا قاد وكلمته وهددته. بعدها بنشوف الجثه اللي طلعت له في الثلاجه واقفه وهجمت عليه، وهرب منها قاد بس عرف ينتصر عليها باذكار من الكتاب المقدس وكان هيقتله. وفي مفاجاه كبيره ان اللي كان هيقتله قاد هي لورين، وانقذوا المساعد بتاعه في اخر لحظه. وعرفوا ان اللي حصل ده من تاثير الساحره ديت. مره واحده شافت لورين زهريه ورد اسود، ولما سالت عرفت انها جت امبارح بس كانت سليمه لما وصلت. وقاد بيشوف حاجه جوه الزهريه ويرميها على الارض بسرعه، يطلع فيها جمجمه عليها سحر اسود معمول ليهم.
وقرروا انهم هيشتغلوا على 3 محاور. اولا هيترجموا المخطوطه، وديبي هتروح لارني المستشفى، واد هيدرس ملف القضيه. وفي السجن عند ارني كان الكاهن موجود بيقرا عليه، واد قدر يحدد مكان الساحره فين بالظبط. ومشي اد بسرعه وطلب المساعد بتاعه انه يطلب الشرطه تحصله على هناك بسرعه. وراحت لورين تفسر المخطوطه اللي طلع فيها ان اللعنه علشان تكمل لازم 3 ضحايا، الطفل والعاشق ورجل الدين، لانه تجسيد لاعمال الرب، الطهاره والحب والايمان. وقال لها تعالي اوريكي حاجه. ودخلت مكان زي البدروم، وكان ضلمه وكانت مليانه باشياء خطيره وسحريه. فرجها على صور بنته وهي صغيره، ان هو كان مهتم بعالم السحر، وهي اتعلمت ده منه وبقت مهووسه بيه، وتعلمت السحر الاسود، وان الساحره اللي انتوا بتدوروا عليها هي للاسف بنتي. وفي سراديب تحت البيت بتوصل لمكان الشر بتاعها، وللاسف انا كنت عارف كل حاجه، ما قدرتش اساعدكم علشان بنتي دي بنتي برضو يا جماعه، انتوا لازم تدمروا المكان ده. ففتح لها الراجل الباب وقفل عليها، وفجاه بنشوف الساحره دي واقفه فجاه بتهجم على ابوها من ظهره وتذبحه. ونزلت لورين تحت وشافت منظر الذبح ده وخافت جدا، لكنها كملت طريقها لحد ما وصلت للمكان اللي فيه كل ادوات واعمال السحر، وحاولت توقع الترابيزه لكنها ما قدرتش. وبتوصل الساحره للمكان في اللحظه دي، يوصل اد وينده على لورين اللي بيسمعها بتصرخ وبتقول اد هي كمان، وهي كانت سامعاه وعرف مكانها على طول وانها تحت الارض. وفجاه لورين وهي بتجري شافت السنساخ منها بيعمل كل حركاتها كانها واقفه قصاد مرايه، وجريت وشافت السنساخ تاني لكنها قفلت الباب، ولقت نفسها فجاه في حضن الساحره، ووقعوا على الارض هما الاثنين. والساحره عايزه تقتلها وبتحاول تسحرها وتجرحها بالسكينه، ولكن لورين قدرت تمسك حجر وتضربها في وشها وتقوم تجري. وبينزل اد وبينده على لورين وبيشوفها بتجري عليه، لكن تطلع الساحره وتضخ عليه تراب مسحور عشان يقع على الارض وما يشوفش حاجه ويتسيطر عليه. وتروح بسرعه تولع الشموع، وبنشوف اد ماسك شاكوش كبير وبيكسر في المكان. في نفس اللحظه بينتفض ارني من على سريره في مشهد خوف كل اللي كان موجود، والكاهن بدأ يقرأ وحالة أرني بتزيد، وآد كان بيكسر المكان علشان يقتل لورين. ففجأة صرخ أرني والمكان اتكسر وعظمه اتكسر، بيصرخ بأعلى صوته وجسمه بقى بيعمل حركات شيطانية. وبنشوف عين آد بتتغير وتتوسل لورين ليه إنه يفتكرها. ولسه الكاهن بيحاول مع أرني اللي الحالة معاه بقت شديدة على الآخر، وقدر يفك الكلبشات وينزل من على السرير ويمشي على الأرض بشكل شيطاني ويقف. وكانت حالته تصعب على الكافر، وبيرتفع من على الأرض في إيديه إزازة كبيرة، وكان عايز يذبح نفسه بس دي بيحاول تمنعه ومسكت ايديه. ولسه اد بيجري على لورين عايز يقتلها، بتحاول لورين تفكر اد بيها بذكرياتهم سوا، وبرضه ديبي بتفكر ارني، وكانوا مشهدين مليانين بالرعب الشديد والخوف. وفجاه اد رجع تاني وعينيه رجعت لطبيعتها، وراح ضرب ترابيزه السحر بالشاكوش واتقسمت نصين، وكل حاجه وقعت على الارض بما فيهم صوره ارني. ونشوف ارني وقع على الارض هو كمان، وافتكر حبيبته ديبي. واد بعد ما دمر المكان ساعد لورين، وفي لحظه بتجيلهم الساحره وكانت بتنزف دم ولسه بتهددهم. وقال لها اد احنا كسرنا لعنتك يا وليه، اذهبي الى الجحيم. وقعت سكينه من ايديها، بدأ جسمها يتحول وتقع على الارض وتتقلب. وبنشوف شيطان تاني جه على هيئه الساحره وقتلها وخلص العالم من شرها، وبكده تكون انتهت اللعنه. وطلع اد ولورين من المكان بخير، ويقول لها انا نسيت الدواء بتاعي. شوف الحب بقى، طلعت شايله حبه دواء من الدواء بتاعه في السلسله بتاعتها يعني للطوارئ، والشرطه بتيجي بعد ما كل حاجه خلصت. ونرجع نشوف اد بيحط حاجه من بيت الساحره عنده في المخزن. ونرجع لقضيه ارني في المحكمه حكمت بتهمه القتل غير العمد، وحكمت عليه ب5 سنين سجن. واتجوز ديبي وهو مسجون، ولسه متجوزين لحد النهارده. واد ولورين عاشوا حياتهم من جديد وبيعيدوا ايام حبهم من الاول تاني. بس كده يا صديقي، ولو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في حوت الافلام، وتقول لي رايك في اعمال القناه في التعليقات. ولحد ما اشوفكم الفيلم الجاي اللي هيكون مفاجاه كبيره، هتوحشوني جدا. وفي الختام احلى سلام من حوت الافلام.